أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، سادة الأفاضل، أيها المشاهدون الأكارم، أيها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقدم معنا ذكر فضل اجتماع الناس وتوحيد صفهم واجتماع كلمتهم، وقلنا إن هذا الاجتماع وهذا الاتحاد هو سبب لكل خير. ولكن هذا الاجتماع، نحن في الدنيا، والدنيا لا بد أن يقع فيها شيء، لا بد أن يقع فيه النزاع، لا بد أن يقع فيها الخصام، لا بد أن يقع فيها شيء ربما يؤدي إلى ويزعزع هذا الاجتماع ويشتت هذا الاتحاد والاتفاق. ولذلك وضع دين الإسلام مسائل كثيرة تحفظ هذا الاجتماع وتساعد على تقويته، ويبقى دائما هذا الاجتماع قويا ثابتا راسخا بسبب هذه المسائل التي سأذكرها لكم. أولا، وهذه المسائل هي كثيرة، أولا المسألة الأولى التي تساعد على ترسيخ المجتمع وتثبيت الاتفاق فيما بينهم هو مسألة مهمة جدا، لا بد من إحيائها بعد أن كانت فيما قبل وماتت الآن. ولا نقول ماتت، ولكن هناك أمل ورجاء من المسلمين لإحيائها. هذه المسألة سادة الأفاضل هي الإصلاح بين الناس. إذا وقع ونزل التنازع ولا بد أن تكون، إذا وقع ونزل الخصام ولا بد أن يكون، إذا وقع ونزل وقع شيء مما يؤدي إلى تفريق بعض الإخوة وبعض الناس فيما بينهم، فلا بد من تدارك الموقف بإصلاح ذلك. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله وفعله، وكذلك القرآن الكريم حث على ذلك. فلقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الذي وقع سوء التفاهم فيما بينهم. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب لإنسان إذا اشتغل بهذا العمل وبهذا الخلق النبيل الذي يؤدي إلى تقوية صف المسلمين وإزالة العداوة فيما بينهم. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قام بالإصلاح بين الناس. فقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انظروا إلى هذه الكلمة الجميلة وهذه الجملة الراقية الرائقة: من يفعل ذلك. ونحن نتكلم في الإصلاح بين الناس، إما الضمير الإشارة ترجع إلى الكل، ولكن نحن نتكلم في الإصلاح بين الناس. من يفعل الإصلاح بين الناس فعله ابتغاء وجه الله، فعله لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انظروا إلى هذا الخير. لا يمكن أن أقول يعطيه 10 حسنات أو 100 حسنة أو 700. قال لك الله سبحانه وتعالى هذا أجره عظيم،
فلما قال الله أجره عظيم فلا يمكن للإنسان أن يحيط به. إذن فالله سبحانه وتعالى تكفل للإنسان المصلح بين الناس ابتغاء وجه الله، تكفل له بالأجر العظيم. وكذلك نجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشوق الإنسان ويرغب الإنسان أن يكون عنده حظ في هذا الخير. جاء في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة فقال لهم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصيام والصدقة؟ واش بغيتوا نوري لكم واحد الخير، واحد الأجر الدرجة ديالو أفضل من درجة الصيام التطوع والصلاة التطوع والصدقة التطوع. نوري لكم شي مسائل أفضل من الصدقة، من النوافل بالصلاة، وأفضل من النوافل بالصيام، وأفضل من النوافل بالصدقة. فقالوا: يا رسول الله نعم بلى، شكون اللي ما بغى هذا الخير؟ شي عمل يكون أفضل من التنفل بالصلاة والتنفل بالصيام والتنفل بالصدقة؟ ما هو هذا العمل يا رسول الله؟ يشوقهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستعدوا بقبول هذا الجواب. فقالوا: بلى يا رسول الله. شكون هو يا رسول الله؟ شكون هذا العمل اللي فيه هذا الخير، اللي فيه هذا الأجر؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، أن تصلحوا من وقع شنآن فيما بينهم وبغضاء في بينهم وتخاصم فيما بينهم، أن تصلحوا بينهم. يصلح الإنسان بين هاد الناس اللي وقع بيناتهم شي حاجة، أيا كانوا، سواء كان رجل وامرأة مع زوج مع زوجته، أو كان الأولاد مع الوالدين، أو كان مع الخوت ومع الدوار، أو أيا كانوا. إذا كان الإنسان يقدر على ذلك وعنده حكمة وأوتي الحكمة بجاهه ولسانه وعقله لكي يصلح بين الناس، فهذا عنده أجر عظيم وثواب جسيم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره من أفضل الصدقات التي يشكر بها الإنسان الله سبحانه وتعالى على النعم التي يعطيها. وقد قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه فيه الشمس، تعديل بين اثنين صدقة، تصلح بين اثنين وتعديل بينهما بالإصلاح، وتوفق بينهما، وتقرب آراءهما وأفكارهما وعقولهما، صدقة يكتبها الله لك صدقة عند الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوله وكذلك فعله. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شخصين يختصمان أو طائفتين مثلا تقتتلان إلا أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، حتى إنه ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بني عوف، عمرو بن عوف، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لهذه المسألة أهمية بالغة، لأنه ذكره بلسانه وفعله بفعله. ومما يدل على هذا الفضل سادة الأفاضل أن الكذب حرام، ولكن إذا كان هذا الكذب يؤدي إلى الإصلاح والاتفاق بين الناس فهذا الكذب حلال. فقد جاء في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. إذا كذبت وأتيت بكلام، مثلا زوقت كلاما وحسنت كلاما وذهبت إلى هذا فقلت إن صاحبك ذكر فيك أنك من أخيار الناس وأفضل الناس، وهو لم يقل ذلك ولكنك ذكرت ذلك لكي تصلح بينهما، فهذا ليس كذبا. هذا يدل على فضل هذا الخير، على فضل هذا العمل الجليل الذي هو الإصلاح بين الناس. لما أحل الله فيه الحرام الذي هو الكذب، هذا يدل على أن هذا الخير وهذا الفضل وهذا العمل عمل جليل جدا، لكونه يؤدي إلى توحيد صف المسلمين
وإلى تقوية الروابط فيما بينهم. إذن فالمسلم أو المسلمة أيا كان نوعهم ذكورا أو إناثا إذا سمعوا لهذا الفضل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن يشمروا ويجتهدوا ويصلحوا بين الناس، ولم يتركوا أي أحد وقع الشنآن أو البغضاء أو الخصام فيما بينهم إلا أصلحوا بينهم، لكي يكون هذا الأجر وهذا الثواب من حظهم وفي صحيفة أعمالهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا صلحاء مصلحين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.